لسبب ما في دايره يوتيوب حاليا الناس كلها مركزه على التايتل والثامبنيلز لانهم السحر اللي هيخلي الفيديوهات بتاعتهم تنجح تلقائيا، كان الباكج وان يجيب الكليك اهم من مضمون الفيديو في الاساس. بس لو عاوز الفيديوهات بتاعتك فعلا تفرق سواء في الاداء والاهم الفلوس، ففي حاجه اهم بكتير محتاج تركز عليها. في 2025 في يوتيوبرز كتير حتى اللي عندهم ملايين المشاهدات ومئات الاف السبسكرايبرز لسه مش قادرين يسيبوا الوظيفه بتاعتهم ويركزوا على اليوتيوب تركيز كامل، لانه مش بيجيب الدخل الاساسي اللي هم عايزينه. طب حاله زي كده بتحصل ليه؟ عشان التركيز في المجمل بيكون على الحالات الغلط. كل التركيز للاسف بيكون انه ازاي يكتب تايتل ويعمل كليبيتي ثامبنيلز، فاكرين ان هو ده السر، فاكر ان هو طالما جاب الكليك الالجوريثم هتبوش الفيديوهات بتاعته. بس لو المشاهده اللي انت كده ديت ما تحولتش الليد والليد ده تحول لفلوس، فانت في حاله زي كده بتضر البيرسونال براند بتاعك على المدى البعيد. بيبقى ولا كانك عملت اي حاجه، عمال بتلم في فيوز وفي لايكس وسبسكرايبرز ولا بيفرقوا معاك في اي حاجه. اللي بيفرق فعلا اذا كان الفيديو ده هيحول عملاء ولا مش هيحولهم هما ثلاث حاجات: التوبيك بتاع الفيديو والمسجنج والبوزيشننج، وفوق كل ده القيمه اللي بيقدمها الفيديو الاساسي، المحتوى اللي فعلا بيحل مشكله حقيقيه عند الجمهور، وهو ده اللي بيغير اللعبه في الاساس. فلو انت لسه بتفكر في الفيديو الجاي بتاعك اسال نفسك السؤال ده: ازاي اخلي الفيديو بتاعي مليان قيمه ان اخلي الشخص اللي بيتفرج يطلع بحاله من الاثنين، يا اما غير تفكيره عن التوب كنت بتتكلم بيه، يا اما يطلع بمعلومه فعلا يعرف يطبقها في البيزنس بتاعه. الفكره انك تخلي الشخص اللي بيتفرج على الفيديو بتاعك يقعد يفكر انا بتفرج على فيديو يوتيوب ولا بتفرج على كورس بالاف الدولارات. فعلا الكليك مهم هات، بس خد بالك انك لازم توفي بالوعد اللي قطعته في العنوان وفي الصمنيه، لانك لما بتتكلم عن المشكله اللي بتواجههم بجد وتحلها قدامهم ساعتها هيشوفوك الحل الطبيعي لمشاكلهم. فسواء كان عندك اكتر صمنيل فلاش انت عملتها ولا لا، كل اللي يهم في الموضوع الكونكشن بتاعك مع الشخص اللي بيتفرج عليه. ولو عايز السيستم اللي بستخدمه كله كويس عشان نعمل فيديوهات بتبيع فعلا اكتب لي توبك في الكومنت وهبعت لك السيستم الكامل.